أهلا ومرحبا بجميع الطلبة. هذا الفيديو خصيصا للمستوى البكالوريا فما فوق إن شاء الله. يعني قبل ما ندخلو في التفاصيل قبل ما نبداو، جاوني بزاف ديال الميساجات وبزاف ديال التعاليق. شكون مات اللي مات واحد المرا من العائلة. بغيتكم أنه تدعيو معاها بالرحمة والمغفرة إن شاء الله. وراه دعا الضرورة أنني خصني نقاد فيديو، ماشي مشكل. المهم ندخلو في التفاصيل إن شاء الله. يعني هاد الفيديو غيكون مختص بمباريات ديال الأمن الوطني، يعني الإعلانية اللي خرجت البارح. واضح، يعني غنشوفو فيه أهم الحوايج اللي خصنا نعرفو، يعني باش ما نلقاوش عاوتاني صعوبة من بعد. واضح، وغنجاوبو على بزاف ديال الأسئلة. يعني بخصوص مباريات الأمن الوطني، يعني هاد المباريات عندنا كتنقسم إلى 3 رتب أساسية، أو عفوا إلى 5 رتب. راه غلطت في الكتابة، 5 رتب. يعني تلقاو في الصنف الأول عمداء ديال الشرطة، عاد تيجيو من بعدهم الضباط ديال الشرطة، عاد تيجيو من بعد الضباط ديال الأمن، ثم مفتشي الشرطة، ثم حراس الأمن. يعني غنشوفو كل صنف وغنشوفو أهم الشروط وأهم الحوايج اللي خصنا نعرفو إلى غير ذلك. يعني بخصوص قبل ما ندخلو في التفاصيل ديال كل وحدة، أنه خصنا نعرفو أنه بالنسبة للمباريات ديال الأمن الوطني بصفة عامة، راه كاينين جوج حوايج اللي خصنا نعرفوهم. أنه بالنسبة للشوف، إلا كان ناقص راه غير بلا ما تحاول، فهمتي؟ يعني هما تيحكرو بزاف على النظر، على الشوف، وعلى القامة أيضا. يعني إلا قالولك مترو و70 خص تكون مترو و70، إلا كانت قل راه ما تقبلش. يعني واحد الحاجة، راه ملي تتبغي تحط الدوسي، راه أول حاجة تيديروها قبل ما تمشي دوز ولا هادي، ملي تبغي تحط الدوسي في الكوميسارية، راه ضروري أول حاجة تيديروها أنه تيعبروك، تيشوفو واش كاملة أصلا بعد ديك مترو وداكشي اللي طالبين ولا لا. إلا ما كاملاش راه تيرجعولك الدوسي وتترجع معاه، فهمتي؟ باش تكون في بالكم هادي بعدا. يعني بخصوص الصنف الأول اللي هما عمداء ديال الشرطة، من أهم الشروط يعني لابد من اكتمال ديال 21 سنة، يعني من ما بين 21 حتى 35 حتى 35. والقامة بالنسبة للذكور متر و70 خصها تكون كاملة مكمولة، وبالنسبة للإناث أيضا متر و67. واضح، يعني وتكون عندك الإجازة في التخصصات التالية، يعني الاقتصاد، ولا في القانون، ولا في العلوم السياسية، ولا علم النفس، ولا في الصحافة. يعني هادو هما الإجازات اللي مطلوبة. مكيناش شي حاجة بلا ما تقولي لا الدبلوم ولا هادي، مكاينش داكشي. يعني ضروري من إجازة. واضح، يعني واحد النقطة أنه على حسب الإجازة، راه الأغلب ديال ملي تيبغيو ياخدو راه تياخدو من 12 للفوق. يعني خص تكون عندك الميزة ديال 12 للفوق، واخا محددوهاش هنايا، ولكن الأغلبية ديال سميتو على حسب النقطة اللي تياخدو عليها تيديرو بعين الاعتبار هي 12 للفوق. حيت إلا مثلا دارو 10 ولا راه كلشي غيدفع، ولكن ملي تيديرو الميزة راه ضروري تتنقص الحدة ديال الناس اللي غيدفعو. وبالنسبة للاختبارات راه كاينين 3: كتابية وشفوية. يعني ملي تنقولو كتابية يعني راه موضوع عام أو الإجابة على الأسئلة. يعني ملي تنقولو موضوع عام يعني تتكتب على شي موضوع عام يكون مختص مثلا بالأمن إلى غير ذلك. أو أسئلة متعددة الاختبارات، يعني تتكون على شكل QCM. واضح، يعني وتتكون باللغة العربية مثلا في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية والإنسانية أو التدبيرية أو العلمية أو التقنية أو الآداب أو الفنون أو التربية أو التعليم الأصيل. يعني داكشي علاش ضروري تيقولولك أنه اللغة العربية تتكون بالنسبة للاختبار الأول، يعني في هاد العلوم، سواء العلوم القانونية أو الاقتصادية إلى غير ذلك. تيكون عليهم تقريبا المعامل جوج. المدة ديال الاختبار تتكون ساعة. والاختبار الثاني خاص بواحد الموضوع اللي كيتعلق بأسئلة مرتبطة بالتخصص المطلوب أو بالمهام أو الوظائف المطلوب
اللي غدير، يعني ترتبط بالتخصصات المطلوبة. مثلا بحال الذروة تيسولوك على أسئلة بخصوص الذروة مثلا، واضح، خصك ضروري تجاوب عليهم، ولا في الاقتصاد ولا في العلوم السياسية أو في علم النفس. وعندنا أيضا اختبار الشفوي، يعني الاختبار الشفوي راه تتكون ديما واحد اللجنة، يعني تتكون يعني من تدخل تيسولوك على بزاف ديال المواضيع والقضايا وشحال من حاجة، يعني باش يعرفوا القدرة ديالك على أولا على الاستيعاب وعلى التحمل إلى غير ذلك، أو ما يسمى بالدارجة ديالنا البسيكو، راه هو هذا، واضح. وتتكون عليه المعامل تيكون طالع اللي هو 4، واضح. وعندنا الاختبار ديال الرياضة، يعني ضروري الجري ديال 1500 متر، يعني ضروري، يعني اللي ما قادش مثلا اللي فيه شي مرض وما قادش يجري بلا ما يمشي، حيت الا مشيتي راه ضروري خصك تجري، الا ما جريتيش راه غتقصى، واضح، باش تعرفوا هاد القضية. يعني هادشي اللي كاين بالنسبة لعمداء الشرطة، يعني كصنف أول. خصوص الصنف الثاني اللي هو ضباط الشرطة، يعني ضروري شرط السن اللي قلنا هو من 21 الأقل حتى 30 سنة، ما بين 21 و 30 سنة. والقامة أيضا متر و70 بالنسبة للذكور و67 بالنسبة للإناث. يعني هاد العام راه طالبين بالنسبة للضباط 400 منصب، واضح. يعني من أهم الشروط أيضا ضروري تكون عندك الشهادة التقني العالي مسلمة من إحدى الثانويات مثلا التأهيلية والمؤسسات ديال التكوين إلى غير ذلك، واضح. يعني هادشي اللي كاين. وفي أغلب ديال التخصصات مثلا ملي تنقولو الشهادة ديال التقني أو مثلا في التكوين، مثلا في الكهرباء تكون عندك الشهادة في الكهرباء إلى غير ذلك، ولا في كاينين بزاف ديال الحوايج في هاد بالنسبة للتخصصات، واضح. يعني والاختبارات راه تتكون كتابية، يعني هنا تيكون عاوتاني موضوع عام ولا الإجابة على شكل QCM باللغة العربية. والاختبار الثاني تيكون حتى هو خاص متعلق بالموضوع أو الأسئلة مرتبطة بالتخصصات اللي مطلوبة، يعني إلا طلبوا مثلا في الضروة تيسولوك في القانون أو في الاقتصاد أو في إلى غير ذلك، واضح. وتيكون ديما المعامل في هادي راه طالع تيكون المعامل 4. الاختبار الشفوي راه ضروري تكون المناقشة ديال اللجنة إلى غير ذلك. ثم الرياضة، الاختبار ديال الرياضة ديال جري 1500 متر. يعني هادشي اللي كاين بالنسبة لضباط الشرطة. دابا الصنف الآخر اللي هو ضباط الأمن، حتى هما راه نفس الحاجة، يعني الشرط ديال السن راه ما بين 21 و 30، القامة 73 بالنسبة للذكور و67 بالنسبة للإناث، وراه طالبين في المناصب 50 منصب هاد السنة. يعني هادي راه خص ضروري بالنسبة للشروط أنه يكون عندك الدبلوم ديال الدراسات الجامعية أو الدراسات الجامعية المهنية، اللي تنسميوه حنايا أنه تكون نجحتي في S1 S2 مثلا في سميتو في الجامعات. وهذه راه ما داخلاش فيها تقني ولا تقني متخصص ولا شي ديبلوم، واضح. الاختبارات نفسها اللي هي تتكون كتابية راه شرحناها في الأول، وشفوية أيضا ورياضية، واضح. يعني هادشي اللي كاين بالنسبة هادشي بخصوص ضباط الأمن. دابا غنشوفو الصنف الرابع اللي هو مفتشي الشرطة. يعني شرط السن اللي قلنا يعني سميتو ما بين 21 حتى 30. القامة هنايا الشرط ديال الطول راه متر و70. شفنا في الأول بالنسبة للذكور تيطلبو 73، دابا هنايا بالنسبة لمفتشي الشرطة راه متر و70، والإناث راه متتبدلش يعني 67، واضح. يعني فهادي عاوتاني عفوا بالنسبة للضباط ديال الأمن راه تيطلبو الدوق، يعني النجاح بالنسبة ل S1 S2 S3 S4. هنا بالنسبة للمفتشين تندويو على استيفاء الفصلين، يعني نجحتي في S1 و S2، هادشي اللي تيهم. وبالنسبة للنقط راه غالبا تيهزو ما بين 10 ونص 11،
واضح. أغلبية راه تتكون عندو، يعني والمناصب اللي طالبين شوية في المفتشي راه طالعين شوية، يعني 2500. واضح. والاختبارات راه كما شرحنا، يعني تيكون الموضوع عام ولا الإجابة على شكل QCM باللغة العربية، وموضوع عام باللغة الفرنسية والإسبانية ولا الإنجليزية. يعني هنايا عاوتاني تيكون واحد الموضوع عام بالنسبة للغة الثانية اللي هي يا إما الفرنسية يا إما الإسبانية ولا الإنجليزية. يعني تيطالبو بأنه تكتب مثلا موضوع في اللغة الفرنسية على هاد الحاجة ولا في الإنجليزية. واضح. وبالنسبة كاين الاختبارات الشفوية راه شرحناها، وأيضا اختبار ديال الرياضة، يعني هادشي اللي كاين بخصوص مفتشي الشرطة. دابا آخر صنف اللي هو الصنف الأخير ديال حراس الأمن. السن راه باين، يعني ما بين 21 حتى 30، والقامة متر و73 بالنسبة للذكور، و67 بالنسبة للإناث. يعني بالنسبة يعني الشواهد، يعني شهادة البكالوريا، يعني جميع الشعب راه مطلوبة، يعني دايزة جميع الشعب. واضح. والاختبارات راه تتكون كتابية، يعني تيكون واحد الموضوع عام، يا إما اجتماعي يا إما سياسي يا إما اقتصادي ولا ثقافي وثقافة عامة، والأسئلة ديال QCM متعلقة بنفس المواضيع، يعني المواضيع الاجتماعية ولا هادشي اللي كاين بالنسبة للاختبار الكتابي. يعني ما عندهمش هما عاوتاني بالفرنسية ولا. واضح. والاختبار الشفوي، الشفوي راه تيسولوك على أسئلة في ثقافة عامة. واضح. ماشي تتكون ديك، ماشي تيكون داك الاختبار الكبير ولا. واضح. وبالنسبة للاختبار ديال الرياضة راه باينة، يعني الجري ديال 1500 متر، 1500 متر. يعني بالنسبة غيطلق إن شاء الله التسجيل في 15 من هاد الشهر، يعني في 15 من 15 ما بين 15 و 31 يوليوز، يعني من هاد الشهر. وعاوتاني من واحد غش راه آخر أجل باش لإيداع الملفات ديال الترشيح. واضح. يعني هادشي اللي كاين بالنسبة سميتو، بالنسبة لأهم الشروط وأهم الأصناف اللي كاينين في مباراة ديال الأمن. يعني بالنسبة للملف ديال الترشيح راه تيختلف من كل صنف. يعني ضروري أنه تكون أولا الاستمارة ديال التسجيل اللي تسجلتي بها في الموقع، والطلب الخطي باش دوز ديك المباراة، يعني فيه الهوية والعنوان ورقم الهاتف ديالك، والنسخة من الشهادة والدبلوم المطلوب. يعني إما إلا دفعتي مثلا للعمداء خص ضروري إجازة، شي مثلا الضباط راه خصك ضروري الدوق، إلا دفعتي عاوتاني المفتشين نفس الحاجة، الحراس راه الشهادة ديال الباك إلى غير ذلك. وضروري النسخة من بيان النقاط المحصل عليها، مثلا بالنسبة للمفتشين راه ضروري خصك ديك بيان النقاط، يعني راه كاينة الشهادة ديال النجاح وبيان النقاط. واضح. وآخر حاجة اللي هي نسخة من البطاقة التعريف الإلكترونية. يعني هادشي اللي كاين بالنسبة للوثائق. نتمنى أن الفيديو وضحت لكم حوايج اللي خصكم تعرفوا، حوايج اللي مهمين. يعني كما تنقول لكم أنه الشرط ديال السن مهم، الشرط ديال القامة أيضا راه مهم ومهم جدا. راه كاين شحال من واحد تيمشي يلقاو فيه تا مترو، مثلا إلا طالبين مترو و73 يلقاو فيه مترو أو مترو و72 مثلا تيرجعوه على وديت داك الشوية. واضح. وبالنسبة للنظر، يعني الشوف، يعني إلا تدير النظر راه تتكون النسبة ديال القبول تتكون ضئيلة، متتكونش بحال واحد تيشوف مزيان. واضح. يعني هادشي اللي كاين بصفة عامة. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع صحابكم وتطيقوا صحابكم باش ان شاء الله كلشي يستافد. وشكرا لكم.